سيادتك مين؟ أنا الدكتور ياسر الجوفي، يا أهلا وسهلا. المندوب المراقب اللي جاي أفتش على حضرتك. سيادتك عندك تفتيش مفاجئ. تفتيش؟ وده الايدي بتاعي. طب تحب نبدأ منين يا دكتور ياسر؟ مع نابر المرضى لو سمحت. أوي اتفضل يا فندم. هنا عنبر جيم، الحالات الخطيرة. تحب تشوف يا فندم؟ وليه لأ؟ هنا مفيش الحالة واحدة. دكتور اسمه محسن عبد الصبور، كان عبقري، بس انت سيادتك عارف ان العبقرية ساعات بتضرب في مخ الواحد. وصل بيه الأمر إن يقول إن في ميكروبات فضائية بتسيطر على الناس. قتل 10 أفراد بنفسه بحجة إن هم كانوا مصابين بميكروب الفضائي ده، وإن هم مش بشر زينا دلوقتي. الغريب إنه سلم نفسه بنفسه، بيفتكر إنه أنقذ الكوكب. أنا عايز أكلم الحالة دي لوحدي. إيه؟ سيادتك يا دكتور ده خطر، إحنا رابطينه علشان ما يتخورش. لا ما تقلقش، سيادتك هتقفل الباب وتسيبني لوحدي معايا. معلوم. اتفضل عن إذنك. ازيك يا دكتور محسن؟ وحشتنا. انتوا مين؟ احنا اللي كنت بتدور عليهم، جينا لك بنفسنا. اصل احنا عرفنا ان انت عايز تفضحنا. لا، وعايز تخلص لا. على نسلنا. لا، حبيت اقول لك شوية اسرار علشان دي هتكون الاخيرة. لا. فيروس كورونا اللي ظهر دوت ضرب المناعة وأضعفها في جسمكم. احنا عرفنا نستأنس الفيروس ده ونطفي جهاز المناعة ونسيطر على أجسامكم من جوه. لا. بس انت بقى نقول عليك خطر بيهددنا، خصوصا بعد اللي انت عملته وبعد الاكتشافات اللي انت اكتشفتها. بس احنا لا. مش عايزين نخلص عليك، احنا عايزين نستغل دماغك. مفيش ألم، احنا بس هنحتاجك شوية في المعمل. أقصد هنحتاج مخك شوية في المعمل.